ليه شغل ال AI كله بقى شبه بعض؟ لأن أغلبه بيبدأ من الأداة مش من الفكرة. نفس البرومتات لما ناس كتير تستخدم نفس الكلمات، نفس الأوامر ونفس الصياغات، النتيجة غالبا تبقى شبه بعض. التكرار في البداية استل تشابه في النهاية، مفيش دايركشن. ناس كتير بتكتب برومت قبل ما تحدد الرسالة، الإحساس، الجمهور، دور الصورة، فالصورة بتطلع موجودة لكن مش مقصودة. نفس الريفرنسات لما الكل يبص على نفس الصور، نفس المود بوردز ونفس الترندات، النتيجة بتتكرر. المرجع الصح مش الأشهر، الأنسب. البراند غايب لما الهوية تغيب. ال AI بيكمل من عنده، وذوقه العام مش هو صوت البراند. براند لينز كل حاجة تبقى جينيريك. التركيز على الستايل مش على المعنى. ناس كتير بتجري ورا الإبهار، التفاصيل، الستايل، الترند، وتنسى ليه الصورة دي موجودة أصلا. الستايل لوحده ما يعملش تميز. إيه اللي يخلي شغلك مختلف؟ فكرة واضحة، رسالة محددة، دايركشن بصري، تيست وانتقاء. ال AI أداة تنفيذ مش عقل بديل. الخلاصة، شغل ال AI بيبقى شبه بعض لما التفكير يبقى شبه بعض. غير طريقة التفكير تغير النتيجة. لو الكاروسيل فادك، احفظه وابعته لحد لسه فاكر إن المشكلة في الأداة مش في التفكير. الفكرة قبل الصورة.